إخوان، السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بعد إعلان المدرب الجزائري جمال بلماضي عن القائمة النهائية التي سترافقه إلى الكوت ديفوار من أجل البحث عن اللقب القاري الذي سبق وفاز به جمال بلماضي رفقة الخضر سنة 2019. فبعدما خرجت القائمة النهائية وهناك جدل كبير في الشارع الجزائري بسبب بعض الغيابات ديال اللاعبين غير المبررة، وكذلك حضور بعض اللاعبين وعلى رأسهم عطال الغائب عن التنافسية. وبعد ذلك هناك انسحاب اللاعب أمين غويري عن لائحة الخضر. البعض يتكلم عن الإصابة كما قالت الفاف التي بررت انسحاب أمين غويري بالإصابة، إلا أنه تأكد بعد ذلك أن أمين غويري غادر لائحة الخضر والمعسكر بمشاكل أخرى وليست بداعي الإصابة، وسنتطرق لها في هذا الفيديو. أما بالنسبة للغيابات التي لم يتقبلها الشارع الجزائري، فهناك غياب اللاعب المتألق المخضرم إبراهيمي ياسين إبراهيمي، لاعب الغرافة وهداف الدوري القطري الذي يتألق إلى يومنا هذا، حيث شارك مع المنتخب الجزائري وساهم في فوزه بكأس أفريقيا 2019، وكذلك فوز المنتخب الجزائري بكأس العرب بقطر عرف تألق إبراهيمي وصنف من بين أحسن اللاعبين. وكذلك غياب اللاعب بن رحمة سعيد بن رحمة، لاعب ويست هام الإنجليزي المتألق في الدوري الإنجليزي، غاب لأن هناك خلافات نشبت بينه وبين المدرب جمال بلماضي، كما تتبعنا جميعا في إحدى المقابلات الأخيرة، حيث أن اللاعب لم يتقبل استبداله من طرف المدرب جمال بلماضي. بعد نهاية تلك المقابلة صرح جمال بلماضي أن ليست هناك مشكلة بينه وبين سعيد بن رحمة، ولكن في هذه اللائحة اتضح أن هناك مشكل كبير بين اللاعب بن رحمة وجمال بلماضي. بن رحمة لاعب كبير متألق في الدوري الإنجليزي، أظن أن المنتخب الجزائري سوف يحتاج إلى خدمات هذا اللاعب. وهناك أيضا غياب اللاعب البعناني لاعب نيس، غياب زغبة، غياب بالعمري. المهم ما غاديش نطول في الغيابات، ولكن غادي نزيد نهضر على الحضور ديال واحد اللاعب يوسف عطال الذي غاب عن المنافسة منذ شهر أكتوبر، والجميع يعرف المشاكل ديال عطال. واللاعب ملي كيكون غائب عن المنافسة لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر فإنه سوف يعاني، سواء على مستوى التنافسية أو على مستوى البدني. إذا لا أعرف لماذا استدعى جمال بلماضي يوسف عطال، هل من أجل مساندة هذا اللاعب وإعطائه روح؟ ولكن الكرة الإفريقية كما تعلمون تعتمد على اللياقة البدنية والتنافسية والجاهزية. بعد هذه النقطة سوف أتطرق لمشكل اللاعب غويري مع المنتخب الجزائري، حيث ما زال غياب اللاعب غويري لاعب نيس لاعب رين الفرنسي أمين غويري عن لائحة الخضر التي ستشارك في كأس إفريقيا بالكوت ديفوار يثير الكثير من القيل والقال والكثير من الجدل، خاصة وأن الحديث عن إصابته جاء متأخرا وغير مقنع. الحديث عن إصابة اللاعب غويري غير مقنع، لأن غويري شارك بشكل عادي في آخر لقاءات فريقه رين الفرنسي دون أي حديث عن تعرضه لأي إصابة. وبعد ذلك سافر اللاعب غويري إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، وكانت كل هذه الأمور عادية جدا. وبعد ذلك التحق اللاعب بمركز سيدي موسى الذي يحتضن تربص المنتخب الجزائري قبل أن يسافر إلى الطوغو، ولم تكن هناك أي إشارة إلى إمكانية غياب اللاعب غويري عن العرس الإفريقي. إذا ماذا حدث مع اللاعب غويري؟
ففي هذا السياق تفجرت مفاجأة صحفية مدوية بالكشف عن ما دار خلف الكواليس بين المدرب جمال بلماضي واللاعب أمين غويري لاعب رين الفرنسي، حيث يقال أن اللاعب حيث تحدثت عن أمور أخرى كانت وراء، حيث حدثت ووقعت أمور أخرى معذرة كانت وراء استبعاد اللاعب أمين غويري وسحب اسمه من القائمة التي ستغادر إلى الكوت ديفوار. وهذا السحب لا علاقة له بالإصابة كما ادعى بيان الاتحاد الجزائري الفاف، لأن الفاف خرجت ببيان تقول بأن غويري مصاب. فبالتزامن مع هذا التكتم الذي تعرفه الفاف على طبيعة إصابة غويري، لم توضح اش من الإصابة التي يعاني منها غويري. خرجت في نفس الوقت بعض المنصات على رأسها فين عن مصدر داخل اتحاد الكرة الجزائري أن هناك عدة أمور قد حدثت داخل معسكر الخضر، أبرزها غضب اللاعب أمين غويري وعدم تقبله لبعض القرارات الفنية، مثل عدم حصوله على وعود بحجز مكان رسمي في تشكيلة الخضر في كأس إفريقيا، لأن فعلا اللاعب تكلم مع المدرب في هذا الخصوص. يعني جلس مع المدرب جمال بلماضي وطلب منه هل لديه مكان رسمي في تشكيلة الخضر بكأس إفريقيا، إلا أن اللاعب لم يحصل على الإجابة المباشرة التي كان ينتظرها من جمال بلماضي. جمال بلماضي لم يعطي أي إجابة مقنعة للاعب، ما جعل اللاعب لا يبالي بعد ذلك بحضور المباراة الودية التي جمعت زملائه بالمنتخب الأولمبي الجزائري بمركز تحضيرات ديال المنتخبات في سيدي موسى، حيث فضل اللاعب غويري البقاء في غرفته وعدم التواجد في المباراة الودية، لأن اللاعب أحس بأنه يتواجد في المرتبة الثانية أو المرتبة الثالثة في اختيارات المدرب، ما جعله يطالب بإعفائه من المشاركة في كأس إفريقيا لكي يتجنب حدوث ما هو أسوأ. وفعلا هذا الأمر تقبله ولم يعترض عليه جمال بلماضي، يعني بسرعة استجاب للاعب وقال له يمكن لك أن ترحل. هذا يعني بأن هناك مشاكل بين جمال بلماضي واللاعب غويري، وجمال بلماضي كذلك فضل إبعاد اللاعب لكي لا يؤثر له على المجموعة. إذن جمال بلماضي اقتنع بالأسماء الكبيرة المتاحة له في مركز غويري، مثلا بليلي ومحمد الأمين عمورة. إذن إخواني، هل تظنون أن غياب غويري سوف يؤثر على المنتخب الجزائري أم أنه في صالح المنتخب الجزائري؟ إلى اللقاء.